تحذير: البودكاست ده بيقدمه شخصية مريضة جدا، فكل الأسماء اللي هتتذكر سواء لشخصيات أو لأعمال فنية في الحلقة دي فهي حاجة من وحي خياله تماما، وأي تشابه بينها وبين الواقع فهي صدفة غريبة وعجيبة جدا وغير مقصودة. والأهم من كل ده إن البودكاست 18+، فياريت لو سنك صغير ما تتفرجش عليه وربنا يستر. اطلع بره، ده انا موسم رمضاني كامل، ده انا استحملت، انا محدش يستحمله. سيبني بقى اشرح، بدل ما هطلقها لك. الناس بتقول ان ده فيلم جديد، دم جديد، ولا دم جديد ولا فيلم جديد، وهو ان انا شايفه فيلم نصاب بشكل كبير. الفيلم ده انا نصب عليا، انا هشخ على اللي انت قلته ده دلوقتي حالا، بس كمل. هسألك سؤال واحد هفشخ لك اللي انت قلته ده مش سينما، ريفرنسز وبتاع دي كده دي مش حاجات يعني الفيلم يعني ما فيش فيلن. شكرا، الفيلم ما فيهوش فيلن. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه. انا الشاب وده فاروق. ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ اهلا حبيبي، عامل كله ايه؟ تمام. كله تمام. احنا جايين النهارده نتكلم عن فيلم العيد. نحب بس نبدا بالمقدمه المهمه جدا. ايه ده؟ طيب بتعمل ايه؟ والله يا ابني، والله العظيم انقذتني. بقى تعالى بتعمل ايه؟ يا اسطى مكانك، انت والله ايه؟ والله كنت بدفيهولك. تعالى. اتفضل. شوف تعالى يا عم بقى. تتكلم عن ايه يا حبيبي؟ اطلع بره. اطلع بره، انا جاي عملت ابجريد. اطلع بره، اطلع بره، ده انا موسم رمضاني كامل، ده انا استحملت، انا محدش يستحمله. انت كنت عايز تتكلم عن ايه؟ افلام العيد. مع شفت مين يا افلام حبيبي؟ العيد ايه؟ مع مين؟ مع فاروق، بس يعني انت نصار طول تمام رمضان برضه. زيتين ها؟ ايه؟ طول رمضان زيتين. اصل انا كنت طاردك من البودكاست. مش حضرتك داخل الجيش مثلا؟ مش حضرتك داخل الجيش، لا انا طاردك من بعدين البودكاست. انت جايب واحد بيقول ان مسلسل مناع وحش. طب مسلسل مناع حلو. انا ما شفتش مناعه. انا كنت غرقان انا في ملذاتي مع عليك مسلسل مناع لايف. حلو، نهايته وحشه بس مسلسل مناع حلو عامه. دي خناقه الخنوقه بعدين. ماشي، عندنا ماشي. حلقه ممكن نصور الحلقه. خلاص. يلا بينا. مستر نصار، ممكن ترجع المايك بعيد عنك 4 متر. تمام. اظبط. اهو. تمام. مستر نصار، اهلا ومرحبا بحضرتك. ايه الاخبار؟ كنت فين يا فندم؟ والله يا فندم الحمد لله. سكيب. انا رايي نخش على الانترو على طول، عشان نخش على الانترو على عندنا طول. افلام عيد. طيب خلاص، يلا مش بينا. عايز توضح لجمهورك غيابك يعني؟ مش فارق معاك جمهورك صح؟ آه. مستحقر جمهورك. انت مستحقر جمهورك. كل اللي اقدر اقوله ان الحياه اصبحت صعبه هذه الايام، وربنا كل اللي يجيبه خير ان شاء الله. بس هو انا ما متش عشان شاب كل ما الله يرحمه. الله يرحمه. انا عايش حي ارزق الحمد لله. حد يكتب لي في الكومنتات وصف نخش يقول الله يرحمه واسكت، ما سو وضحش سو اسمه. سو فار انا لسه عايش تمام، بس يعني ايه كل اللي يجيبه ربنا كويس. تمام. احنا بس زودنا حاجه، احنا بقينا بين امريكا واسرائيل. ما هي عادي تمام عادي. ماشي، فالاتنين مع بعض بنبدا بامريكا وبنطلع باسرائيل. ماشي تمام. انا شغال. نحب نقول ونفكركم ان احنا هنتكلم في النهارده، بس قبل ما نتكلم نحب نقول لكم ان الضرب لسه ما وقفش، ان القتل لسه ما وقفش، ان الكيان كل يوم بيزداد اجراما، بيزداد استباحه للدم. الوضع كارثي، الوضع اسوأ مما كان عليه قبل الحرب بكتير. تمام. واللي مخلينا مش حاسين ان في حاجه هو ان في تعتيم اعلامي كبير جدا بيحصل، وفي احداث تانية بتشدك على اللي بيحصل في القطاع، بس سواء غزة او الضفة الوضع كارثي. فنحب نقول لكم يا ريت تفتكروا تدعوا لاخواتكم، يا ريت تفتكروا تدعوا على اولادكم بس. ونحب نقول دايما وابدا ان امريكا واسرائيل السلام. لا خلاص بقى، في مايكات وفي حاجات كتير تمنعنا هنبوس نبوس. من بعيد برضو هو التكنولوجيا حتى واحنا اون جراوند. طيب هنتكلم عن فيلم العيد. خلاص احنا بنتكلم بحريه حرق، فيا ريت ما الاقيش حد غبي كاتب في الكومنتات انتوا حرقتوا الفيلم. انت ممكن تسيب لي بارت في الاول، ممكن هعمل ريفيو دقيقه من غير حرق بعدين، بحيث اللي عايز يعرف بس الفيلم حلو ولا وحش يخشه. ادي الطيبه اللي نصر بيرجعها لروح البودكاست. ادي الاهتمام بالناس وحب الجمهور نصر بيرجعها على البودكاست. اتفضل يا نصر، احنا هنتكلم عن ايجي بس اولا. ماشي. تمام، مش تبقوا عارفين. هننزل الحلقه دي بسرعه، وبعد كده في حلقه تانية تنزل مع نصار برضو عن فيلم برشامه. وبعد كده نصر هيتوفى تاني خلاص. يكون داخل الجيش بجد بقى المره دي، مش فيه يعني. طيب احنا ممكن نبتدي سريعا بايجي بست. يلا بينا. تمام. ايجي بست ببساطه الفيلم بيتكلم على قصه، هو مستوحى من القصه الحقيقيه لصناع ويب سايت ايجي بست، لكن هو مستوحى من القصه الحقيقيه، هو مش ميميكينج حقيقي او مش اكيوريت بنسبه كبيره. الفيلم بياخدنا ثرو اوت القصه الحقيقيه لايجي بست، ازاي تكون المشاكل اللي حصلت فيه، وازاي انتهى الويب سايت والموضوع مش ازاي فيه كله. لو هنريفيو الفيلم بشكل سريع، الفيلم في كاتيجوري الافلام اللذيذه، قصته الى حد كبير مش
متماسكه 100%، بس هي لحد ما متماسكه. الكوميديا من الاسبكتس اللي انا عارف ان هي متوقعه من التريلر ولكنها ضعيفه نسبيا او بنسبه كبيره في الفيلم. قصتنا قصة عن 2 صحاب بيعملوا بروجكت مع بعض وبنشوف المشاكل اللي هتحصل قدامهم. فيلم لذيذ، فيلم سينما حلو، شلة صحاب، حاجة زي كده، هيبقى فيلم كويس. ما حدش يكسبكت منه تو ماتش. لو هديله رف ريتنج اقول ان هو 6.5/10. اوكي انا كنت حاسس ان احنا هنتخانق. احنا واضح ان احنا مش هنتخانق، واضح إن على احنا ايجي متفقين بيست على ما ايجي بيست. اعرفش، هنشوف. ما انا زيك، انا لو هديله ريتنج هيبقى مثلا 5-6 بس من انا 10 بس انا عندي حاجات عجباني وعندي حاجات مضايقاني قوي فيه. اما انا عندي حاجات مضايقاني، وانا هبتدي باللي مضايقاني لان الناس طالعه بالفيلم لسابع سما. فيلم جديد، فيلم قديم، فيلم قديم جدا، فيلم مش جديد خالص. فيلم قديم جدا. سيبني بقى اشرح، ايوه سيبني بقى اشرح بدل ما هطلقها لك. اطلقها تمام. لك. انا فاروق كان بيقعد بيسيب لي مساحتي. خلاص. بعد اذنك سيب لي مساحتي ولا اخد عفش وحاجات وارجع انا لفاروق. كنت عايز ارد على فيلم جديد وقديم. قول يا بس باشا فيلم جديد. ان انا مش مع فكره ان الفيلم لازم يبقى جديد. اللور قديم واللور كده كده لازم يبقى قديم. لا يعني مش بقول لك ده صح او مش غلط، مش بقول لك مع فكره، بقول لك الناس بتقول ان ده فيلم جديد، دم جديد، ولا دم جديد ولا فيلم جديد ولا اي حاجه. فيلم عادي جدا، مش وحش، فيلم كويس تشوفه في السينما، فيلم عيد بامتياز اللي هو تخرج مع شله صحاب عايزين تشوفوا ايش بيست. لكن يعني هتطلعوا من الفيلم محدش يقول مش هتتكلموا مثلا مع بعض اكتر من 5 دقايق عن الفيلم، بعد كده تروحوا تشوفوا هتاكلوا ايه. ومفيش حد هيجي كمان مثلا يومين يفتكر فيلم ايجي بيست ويتكلم فيه، ومفيش حد هيحس بحاجه قوي برضو تلمسه بشكل شخصي من فيلم ايجي بيست. هو فيلم بيزك جدا جدا جدا. عندي ما حاجات استفزتني، وهو ان انا شايفه فيلم نصاب بشكل كبير. الفيلم ده انا نصب عليا في ايه؟ في التريلر، في كل حاجه هو بيعملها. الفيلم ده فيلم عن ايه؟ اتقال ان هو عن ايه، مش هو طلع عن ايه. عن قصه تاسيس ايجي بيست. عن قصه ايجي بيست. ايجي التاسيس تمام. طيب لما نيجي لحاجه ريفرنس زي كده، حاجه مثلا سينمائيه شويه، مثلا نيجي مثلا لذا اوفر اللي هو كان معمول عن جاد فادر. تمام. انا ما شفتش دي اوفر، بس انا لو هقول لك انا مثلا ممكن افتكر اير. شفت اير بتاع نايكي وجوردن؟ لا ما شفتوش بس عارفه. بلاك بيري، تاترس. تمام. الفكره كلها ان انا مكسبكت او الفيلم بايع لي بيعت كماركتنج وكاسم الفيلم ان انا داخل اتفرج عن فيلم عن ايجي بيست. فانا داخل عايز اشوف تفاصيل بقى الموضوع من جوه، مش تفاصيل بدايته. تمام. عملتوا الموقع، انتوا كنتوا تجيبوا الافلام الاجنبي ازاي؟ طب انتوا كنتوا بتاخدوا من المونتيرز قبل ما الفيلم ينزل شويه حاجات. طب ايه كميه المشاكل اللي حصلت في الصناعه بسبب ايجي بيست؟ طب الصناعه ازاي اتضررت؟ طب الصناعه ازاي ابتدت تادبت؟ طب الصناعه ازاي مش عارف ايه. كنت شايف ان لازم يكون المين فيلن في حدوته زي دي هو المنتجين اللي مش عايزين يخسروا فلوس، والشباب دي بتخسروا فلوس بشغلهم، وهنا دي الحدوته بتاعتنا. وده اللي الفيلم بقى، انا مش شايف، مش بقولك انا عايز اخرج الفيلم، انا جاي اخرج مكان المخرج. ده اللي الفيلم باعهولي انا، فيلم عن ايجي بيست. دخلت لقيت فيلم عن 2 صحاب، قصه 2 صحاب بيحبوا بعض، بتخش بينهم الفلوس والنسوان، بتفرق بينهم، بعد كده بيرجعوا مع بعض وصاحبي يا صاحبي. دخلت لقيت فيلم سلام يا صاحبي معمول منه نسخه جديده، وحتى النسخه الجديده بتاعت سلام يا صاحبي اللي انت عملتها اللي هي قصه 2 صحاب دي ما فيهاش حاجه جديده. انت عملت فيلم البيزك قوي عن 2 صحاب بيبداوا مشروع سوا. هسالك سؤال، شيل ايجي بيست، خليهم مثلا بيعملوا اي حاجه مشبوهه شويه، مخدرات. انه بيفتحوا بيزنس عادي. بيفتحوا بيزنس يا سيدي، بيفتحوا بيزنس مشبوه شويه، مخدرات. تمام. الفيلم هيتاثر بحاجه؟ لا. هتشيل المنتج تحط تاجر مخدرات تاني كبير مكانهم، بس خلاص الفيلم كده خلاص. المنتج اللي هو احمد فهمي لما رخم عليهم تحط تاجر مخدرات كبير هم بيقطعوا عليه في الشغل، بس خلاص. هل فيلمنا لو شلنا عنصر اسم الفيلم ايجي بيست وبدلناه باي مشروع تاني في بس سنه حاجه بس مشبوهه عشان يبقى في خط الحكومه ده شويه، هنخسر اي حاجه نصها من الفيلم، من طيب. كور الفيلم، من حدوته الفيلم. ما هو انا ده مش فيلم عن ايجي بيست خالص، ده فيلم قعد في اول شويه يتناول بدايه ايجي بيست، وبرضه ما يتناولش من بدايه من ناحيه انتاجيه او سينمائيه، من ناحيه ان شباب بيحاولوا يطلعوا بفكره مشروع يظبطوا دنيتهم. حتى الصعاب تواجههم صعاب تجميع تيم لاي مشروع في الدنيا، يعني مش فاهمني. تديني المايك عشان انا ضدك. اتفضل المايك. اتفضل يا فندم المايك. انا فاهم قصدك. عاده لما بنعمل اي فيلم بيدوكيمنت حاجه زي كده، زي ما حتى الريفرنسز اللي احنا جبناها، اير، بلاك بيري، تاترس، الافلام دي كلها، الافلام دي بتبني على 2 بيلرز اساسيين. تمام. انا عندي بيلر الدوكيومنتيشن اللي انا باخد فيه قصه حاجه معينه او حدث معين زي تشيرنوبل، الحاجات دي كلها، وببني في ناحيته ان انا بحاول اقول لك الباك جراوندز والماورائيات والقصص المثيره اللي ما وراء الحاجه اللي انت ديفنتلي ما تعرفش حاجه عنها. جميل. او ممكن تكون ما تعرفش حاجه عنها. جميل. هحب تحديدا ارفرنس فيلم زي اير، لان اير فيه، وهنحتاج الريفرنس ده قدام شويه، اير فيه جزء كبير جدا تخيلي، حوارات كتير جدا حتى من اللي طلعت بعد كده تيك توكس وحاجه لو حد شاف الفيلم عن الفيلم تخيليه،
ومع ذلك اير تركيزه الاساسي ما كانش على بطل الفيلم، ما كانش على مايكل جوردن، ما كانش على الناس دي كلها، كان على قصه البراند نيم بتاع جوردن ده ازاي طلع، ومشاكل نايكي وقتها، وبلو ريبن قبل ما تبقى نايكي، والحاجات دي كلها. عندك نوع تاني من الافلام دي اللي بياخد الهيومن فيرجن اكتر، او انت عندك اسبكت تاني اللي هو الهيومن فيرجن. ماشي. انا بعمل قصه انسانيه وبحطها في اللور. طب ايجي بيست وقع فين؟ هو عنده ناحيه دوكيومنتيشن للحدث، وعنده ناحيه قصه اتنين صحاب. ايجي بيست من وجهه نظري كفيلم هو وقع في النص، شفت شويه ناحيه الهيومن اسبكت. يعني هو حكى لنا حاجات عن ايجي بيست على فكره، انا عارف ان هي حاجات ممكن تكون انا كنت مستني ما وراءات اكتر من كده. هقول لك بس ايه اللي يقول هو خلى بدل ما يخلي محور حركته قصص ايجي بيست او ما وراءات ايجي بيست، وعندي هيومن فاكتور للتقل الدرامي الكاتب يستخدمه عشان يقدر يخلق مشاعر ويقدر يخلق دراما، عشان ما يكونش مجرد دوكيومنتري ساعه بيحكي قصه بحد طالع بفويس اوفر ولا ده ابروتش. هو خد الابروتش التاني، انا هركز على القصه الانسانيه بتاعت الشخصين، وهخلي ايجي بيست هو الاكتيفيتر اللي بيحركهم. طب ده حلو ولا ده حلو؟ انا من وجهه نظري دي بتبقى وجهات نظر كتاب. يعني في كاتب عايز يحكي القصه دي، في كاتب عايز يحكي القصه دي. انا لو حد كان مستني دلوقتي حالا، بس هقول لك على حاجه، هسألك سؤال واحد هفشخ لك اللي انت قلته ده. طيب انا شايف ان لو في حد كان مستني تحديدا ان هو او التريلر ممكن يكون دي فعلا ممكن تكون مشكله، ممكن يكون التريلر، بس انا ما حسيتش ده قوي الصراحه. بس لو التريلر باع بزياده ان هو جاي يقول لك ما وراء ايجي بيست، دي فعلا هتبقى مشكله، ودي تبقى مشكله تريلر، ومشكله مخرج ومنتج في ابروفل على تريلر. ولكن في الاول وفي الاخر كتابيا اللي حصل في الفيلم ده، هل هو نوع من انواع حاجه غلط او حاجه مستهجنه كتابيا او حاجه ما ينفعش تحصل؟ انا شايف ان هي بتحصل في افلام كتير جدا، ان انا بيبقى عندي لور هستخدمه كاكتيفيتر وباخد الهيومن. يعني ايه بتحصل في افلام كتير اصلا؟ ده مش بنش مارك نقيس عليه. وغير كده انا قصدي ان هي اختيار كتابي. اعتبر مفيش دليل، خلينا ما نقولش انت له مشكله. انا لما تقول لي ده فيلم عن ايجي بيست، اسمه ايه؟ اسمه ايجي بيست. انا مستني ايه؟ مستني قصه ايجي بيست، مش مستني قصه اتنين صحاب بيخشوا في مشروع والفلوس وواحده ست بتخش بينهم، وايجي بيست هو حاجه صغيره خالص كده على جنب، يعني بتحفرك معانا في الاول بس في بدايات ايجي بيست، وبعد كده بنرميها على جنب ويصلح تماما انك تخيل ان هم فاتحين عربيه كبده. خد بالك من حاجه، ومعلم كبير في السوق بيزن عليهم. الكلام ده ينفع يتقال على تترس يا باشا؟ وانا يعني بقول لك تترس ده احسن فيلم في الدنيا. ما تترس فيلم حلو يا باشا، صلي على النبي. وتترس خد اللور. ما تقعدش تنط بيا على افلام تقول ما هو فيلم فلان عمل كذا، فلان عمل كذا. انا قصدي ان هو اختيار كتابي ليه، لان مثلا تترس تحديدا، انا تترس من الافلام اللي عجبتني قوي. انا بقول لك المخرج مغصوب، اختيار كتابي ايه؟ افهم قصدي. تترس مثلا في الكتابه بتاعته اللور الاصلي بتاع تترس موجود، ولكنه في حقيقه الامر ممل جدا. تمام. فاللي حصل ان الكاتب مثلا في تترس، انا مش بستشهد بتترس ان هو ريفرنس كلوحده، انا بقول ان ده اختيار كتابي. لما نيجي اخر كام سنه على بلاك بيري وتترس تحديدا واير، دول 3 افلام بيحاولوا يعملوا نفس اللي عمله ايجي بيست. فيهم افلام اختارت ان هو هياخد اللور يلعب فيه ويحكي لي هيومن ستوري من وراه، زي اللي حصل في تترس. قصه الراجل اللي بيحاول ينجح، which is الى حد ما ممكن تكون دي اكيوريت، بس علاقته بقى بالتاني في الاتحاد السوفيتي كل الهكس ده كان هكس من دماغ الكاتب. بس انا كنت بحاول استخدم تترس كاكتيفيتر احكي عن طريقه، وكحاجه بياعه احكي عن طريقها. نفس الكلام حصل شويه في بلاك بيري، عكسه حصل في اير. ده فيلم كويس، ده فيلم كويس، ده اختيار كتابي، ده اختيار كتابي. دي مش حاجه لا احبها في الفيلم ولا اكرهها، عملتها ازاي من جوه دي نتكلم فيها. بس قصدي ان دي كنقطه لمعه ولا ضد الفيلم. يا اسطى لما تقول لي اختيار كتابي ان هو يروح يحكي قصه الجانب الانساني من الناس القائمين على هذا المشروع فتمام، لكن المشروع لازم يكون جزء مهم كان موجود من الحدوته. كان موجود، ما كانش جزء مهم. ممكن اسالك سؤال؟ مين الفيلن في المسلسل؟ مين في الفيلم قصدي؟ سوري، مين الفيلن في الفيلم؟ الفيلن اسمها ايه؟ اللي عامله دورها اسمها ايه؟ سلمى ابو ضيف. سلمى ابو ضيف. سلمى ابو ضيف هي الفيلن. سلمى ابو ضيف ايه علاقتها بايجي بيست؟ ايه؟ سلمى ابو ضيف ايه علاقتها بايجي بيست؟ هي الحد اللي هي كانت بيوقع بين اتنين، كانت بتحاول تكوش عليه. بيوقع واحده بتحاول تكوش على المشروع، بيوقع بين اتنين شباب. هي مش يعني فاهم قصدي؟ هي مش فيلن اللي ضد ايجي بيست. شيل ايجي بيست، خليه مع حراميه كده. لازم الفيلن يكون ضد ايجي بيست؟ ما انت بتحكي قصه ايجي بيست. طيب مين فيلن تاني في الفيلم؟ دي نقطه تانية اصلا مضايقاني ان الفيلم ما فيهوش فيلن. بس ماشي. لا انا شايف ان سلمى ابو ضيف هي الفيلن. فيلن تاني هيبقى فيلن ضعيف شويه، اللي هو اسمه ايه بتاع احمد الرفعي. احمد الرفعي. تمام. احمد الرفعي راجل مستثمر جاي يساعد شباب. ده اعبط فيلن شفته في حياتي. راجل مستثمر جاي يلاقي شباب عندهم فكره، اداهم الفلوس اعملوا اللي انتوا عايزينه.
فين عنصر ايجي بيست؟ فين عنصر السينما؟ فين عنصر القرصنه؟ فين في عناصر دي عيوب كتير؟ كتابيه، مش مشكله في اختيار نوع الكتاب. يعني نفس وانا العيوب ما دي بقولكش مشكله في بالراحة نقطة، بس. انا لو بقول لك كانت انا ما اتحكاليش قصه، دي مش قصه ايجي بيست، ده هو فيلم لو عن حكى اتنين صحاب. الفيلم هو بنفس كل حاجه، بس غيرنا ان احنا من داي 1 بدل ما عندنا 3 4 فيلنز منطورين وتشيز اللي موجودين في الفيلم، عندنا كوكا من ناحيه بيحاول يقلد الويب سايت، ماشي. عندنا هي سلمى ابو ضيف من ناحيه بتحاول توقع ما بينهم، عندنا احمد الرافعي وعندنا المنتج كده جه في يعني جه خسروا فلوس. عمل بتاعه مشي. ماشي. لو ما عندناش الرباعي المرح ده، وعندنا فيلم من الاول بيحاول يقضي على ايجي بيست، بس حكينا نفس القصه هي بالظبط، غيرنا دي بس هيبقى ليها تغييرات غصب implications بس. عنك الفيلم كان هيميل ناحيه ان احنا هنبدا نخش في تفاصيل السينما اكتر، ده صح. لو خلينا سلمى ابو ضيف من الاول مثلا، بدل ما هي بس مجرد بتحاول توقع ما بينهم، هي بتحاول تاخد الويب سايت ليها، فبتحاول تدمر كل حاجه من الاول بقى بعنفوان اكتر من كده، برضو هي كانت فيلن علشان جراي شويه. يا اسطى هي فيلن تحسه كده ايه يعني دورمنت، هي مش فيلن، مستخبي هي- كده، وفي هي- الاخر بيبدا يبان وشه القبيح هي بشكل شخص ما. جراي وشخص بيحب هي مفيش عامه، فيلم. هي مش الفيلن اللي هو مش قصدي حاجه، انا عاجبني دور سلمى يعني عاجبني الفيلن انا ده. مش عاجبني دور سلمى ابو ضيف، انا الفيلم هو سلام يا صاحبي، طب انا هو سلام يا صاحبي. مش ضد ده، ما انا حتى بطه مش ليك يا مرزوق، اه هو سلام يا صاحبي والله، وبطه مش ليك يا مرزوق، ده ما هو عملوها. ده لور، ما ده هم مش مخترعينه. ده بقى مش ايجي بيست، ده لا. بقى مش فيلم عن ايجي بيست، انا ممكن ده اتضايق. فيلم عن اتنين صحاب انا هقول لك على حاجه، بيفتحوا مشروع وبيواجههم صحاب بيتغلبوا على الصحاب دي في المشروع. ايجي بيست هنا هو مجرد اسم ما هو دعائي مستخدمينه لو كده علشان كنت عملت، لو انا عايز احكي ايجي بيست مش ازاي هعمل له دوكيومنتري، ومش عايز اقول لك يعني مش من الاخر documentary، مفيش اعمل لي قصه، فيلم. مفيش قصه حقيقيه ورا ايجي بيست اصلا. يا اسطى ماشي، اعمل لي فيلم يبقى اللي كاتاليست اللي بيحركوا فيه هو ايجي بيست. اللي بيحرك كاتاليست مش ايجي بيست، بيحرك كاتاليست هي اطماع الشخصيات في المشروع اللي هم عاملينه. تمام. اسالك سؤال عشان نقفل البوينت دي معلش، عشان ما نقعدش نص ساعه في الحلقه. هل لو شلت ايجي بيست وخليتهم فاتحين مشروع الصوت يا اساتذه، لو شلت ايجي بيست وخليتهم فاتحين مشروع، تمام، والمشروع دوت مشروع شيدي وفي تاجر كبير في المشروع دوت هم بيقطعوا هو عليه، نفس الفيلم. شكرا. يبقى انا غياب ايجي بيست عن الفيلم خسرني حاجه؟ في خسرني إيه؟ شويه elements لذيذه مستوحاه من فكره ان البروجكت بتاعهم ده ايجي بيست، وفي شويه برضو ريفرنسز لذيذه للناس اللي كانت بتحب ايجي بيست زمان. ده مش سينما، ريفرنسز وبتاع دي ليه؟ كده دي مش حاجات يعني الفيلم يعني انا تاني، انا شايف انا عندي مشاكل مع كتابه الفيلم، بس مشكلتي معاه مش ان هو اختار ان ايجي بيست يكون مجرد محرك للاحداث، ده اختيار، انا شايف ان ده عادي. انا مشكلتي معاه هو نفذ ده ازاي. والله هو يعني فيلنز انت عارف الخط الوحيد اللي بالنسبه لي كويس في الفيلم؟ خط المنتج، اللي هو قلت اخيرا ابتدينا نشوف شويه حاجه ليها علاقه بان هم عملوا ايجي بيست. غير كده كل مشاكلهم ملهاش علاقه بان هم عملوا ايجي بيست يا اسطى قوي. بص انا هقول لك ان شباب فاتحه مشروع وبيواجهوا مصعوبات. انا شايف ان اي قصه ينفع تجت بروكن داون للسمبل فورم ده، انا مش ضده. انا مشكلتي مع الفيلم ده، لو انا مشكلتك مع الفيلم، انا مشكلتي مع الفيلم كتابيا، تمام. ايجي بيست فيلم انا اعتقد ان هو يا اما اتقص منه كتير يا اما اتكروت في حاجات كتير. الفيلم في مشهد في الفيلم، معلش انا هبتدي نط على ريفرنس لمشاهد معين، لما كانوا بيعملوا التويستايه اللي في الاخر، ودي بوينت عايزين نتكلم في التويستايه اللي في الاخر عشان انا دي ماشي. اوحش حاجه في الفيلم. تمام. الفيلم حد قبل التويستايه كان فيلم كويس بالنسبه لي، هو اللي نزله من كاتيجوري السبعه لان هو هيبقى 6 هي اخر ربع ساعه. ماشي. في التويستايه دي مش عارف بيقول له مين دي، قال له خالتي. مروان بابلو قايم في افيه اتقال بس صوت قطع. ايجي بيست فيلم مقطوع منه حاجات، يا الا انا مش عارف ايه اللي حصل فيه، بس فيلم ناقصه حاجات على فكره، ممكن يكون ناقصه كتير من الاسبكت اللي انت كنت بتدور عليه، الله اعلم. ده واحد. 2 محاوله الفيلم ان هو يحاول يقول كل حاجه. يعني انا عايز اعدي كويس قوي على الجانب الدرامي للشخصيات، عايزه قصه حب تبقى موجوده، وعايزه مثلث حب، وعايز كل واحد ليه مش الفيلم بتاعه بس كل شخصيه ليها زي الانتاجونست بتاعها بشكل او باخر. يعني عندي اسمه ايه ده اللي هو ميشيل ميلاد، ليه الواد الصغير ضده، عندي بابلو، كل واحد ليه حد، وعايز احكي ستوريز الناس دي كلها. انا عمال افتح فروع، وزي ما انت قلت في مشكله جباره موجوده في الفيلم، ولسه واخد بالي منها لما انت قلتها، الفيلم ما فيهوش فيلن. مفيش فيلن، شكرا. الفيلم ما فيهوش فيلن. الفيلم انت كل فصل فيه تقريبا في حد بيرخم شويه، برافو بس عليك، بيرخم. ودي كانت هتبقى احلى. والفيلن اللي قفلنا بيه حبيب قلبي طيب قوي يا اسطى، طيب قوي. انا هقول لك على حاجه، اللقطه وهم اصلا في الاسم لما بيقولوا بعد كده، انا فاهم انه حتى عامه فعل الشر الوحيد اللي عمله اكتشفنا بعد كده مش بمزاجه،
ده سلمى ابو ضيف اللي عشان كده بقول لك هي الفيلن الوحيد اللي ليه انا شويه حاسس تقل ان في هم الفيلم. لبسوا واحد بريء مصيبه. وبعدين لا هو مش بريء، هو بتاع غسيل اموال يعني قصدي اللي هو يعني فاهمك. قصدي هو في قصتي هو الراجل حاسه جابوا واحد لبسوه قضيه. انا هقول لك على دي وهقول لك على بوينت تانية. هم ورا بعض بيكملوا بعض. واحد هو فعلا ات بوينت انا ما كانش نفسي ان الراجل يعني ما حسيتش ان ده الشرير. عارف اللي هو ايه الافلام دي عاده هي دي البوينت التانية. احنا في مصر اجبن بكتير عامه في السينما المصريه من ان الفيلن يكسب من الاخر. ماشي. يعني احنا ما بنعملش لا كاسا دي بابيل. الاجمل بكتير كنت حاسس ان هو يخش على حته هنشيلها من الحلقه. لا تمام كمل. احنا ما عندناش لكاسا دي بابيل خالص، ما عندناش. ولما بيبقى عندنا اولاد رزق ولما بيبقى عندنا الحاجات دي كلها، لان المتفرج المصري ما بيحبش ده، لما بيبقى عندنا ده عاده بنضطر الفرق نقدم له المصري ما شرير. بيحبش ده بس السبب الوحيد يعني مش لا يعني انا فاهم مثلا والله العظيم فاهم في تيتو مثلا وجهه نظرهم لما احمد سقا كان بيتكلم في ليه تيتو كان لازم يموت، لان هم كانوا قلقانين جدا من الريفرنس بتاع تيتو لو كان فضل عايش. بس احنا ما عندناش لا كاسا دي بابيل، ما عندناش الفيلن اللي بيكسب. ولما الفيلن بيكسب بنكون قدمنا له فيلن عارف اللي هو ايه، بياكل مال يتيم، راجل بيعمل بيبي في الشارع، راجل لا شايف فرق التعبيرات؟ مش قصدي شايف فرق التعبيرات؟ مش قصدي يعني شايف فرق التعبيرات؟ مش احنا طرطر على الكلام فاهم؟ شايف فرق التعبيرات؟ شايف يا ابني انا قصدي اللي هو بيعمل بيبي في الشارع. اللي هو قول يا الراجل نصار. اللي هو جنب الحمام، يعني عارف الحمام اهو بس هو مش هيخش حمام. هو راجل يعني مثلا صقر في ولاد رزق، اللي هم ولاد رزق اشرار بس هم ناس جدعان طيبين ولاد بلد حلوين. صقر ده راجل قطع ايد، فاهم. فكنا عايزين في ايجي بس عشان احنا مش عايزين الناس تزعل من ان هم يتحبسوا، عايزين نقدم لهم فيلن وحش جدا يتعاقب وهم لا، عشان ما ننهيش الفيلم على ان هم طلعوا كسبانين. تمام. لما جينا نقدم الفيلن ده قدمنا فيلن عبيط، حاولنا نبين ان هو كان بيحاول يستولي على ايجي بس احنا بنيجي نبص لها يعني هو الراجل مش بالشر اللي هو تخليك فرحان فيه ان هم خرجوا. انت لو كنت مشيت دايركشن ان هي جت سليمه معاهم، انا فاهم ان ده رقابيا ما بيبقاش مقبول، وفاهم ان ده الناس كتير جدا كانت زمان بوستات هاريه الدنيا ازاي تطلع 2 نصابين بعد كده حياتهم بقت كويسه. انا مستوعب ده كويس قوي، حتى لما قدمناه في ب100 وش كان لازم نخسرهم كل حاجه قبل ما يهربوا. بس الفيلن اللي انت قدمته كبش فدا عشان تخرج الابطال بتوعك، انا شايف ان هو حتى يعني انا صعبان عليه اصلا ان هو يعني كان ممكن تطلعه تحبسهم هم. طيب خلينا نروح على بوينت تانية مضايقاني برضو من الفيلم عشان نبقى خلصنا السلبيات. كمية فويس اوفر خصوصا في اول فصل، يا نهار اسود انا ابتديت استفز. وفويس اوفر وقطعات سريعه بقى اللي هو ده الجديد منه يا صاحبي، ده الجديد منه يا لا صاحبي. انا متاكد ان دي برضو ليها علاقه بحاجات مقصوصه من الفيلم، فهنعوضها في فويس اوفر عشان ننجز الوقت. لو ده تمام. بس انا بالنسبه لي كبرودكت نهائي انا كان عندي تقريبا يعني مش عايز يعني ممكن نقول مثلا نص الفصل الاول عباره عن فويس اوفر. انا عايز اقول لك على حاجه، انت الفيلم تحسه مقصوص منه كتير مع انه فيلم ساعتين. ده واحد ده بيبقى دليل عاده ان القصه دي كان ناقصها حاجات واتشالت. يعني لو انا فيلم ساعتين، وبصراحه لو كان ساعتين ونص كان في تيمات كتير في الفيلم حلوه انا كنت حابب اتفرج عليها. يعني زي ما انت قلت التيمه بتاعت ايجي بقى انا مش معترض ان هم شالوها قوي، بس هي لو كانت موجوده كنت هبص. يعني انت لو كنت جبت لي انا بسالك سؤال، انت مش معترض؟ زي سالتك سؤال قلت لك شيل ايجي بس تحط مشروع تاني. انا قصدي مش معترض ان انت شلت من الاسبكت ده قوي، يعني مش ده اللي مقريفني من الفيلم. يا اسطى الفيلم اسمه ايجي بيست، يعني ايه مش معترض انت شلت من الاسبكت اللي هو اسم خلاص الفيلم؟ بقى قلنا انا مش انت قلت لي نقفلها عشان مش هنخلص. خلاص. بس هل لو انت شايل من الاسبكت ده وانت كنت سبته لي في الفيلم انا كنت ازعل؟ لا. طب الحاجات كتير اللي انا حاسس، المشاكل كتير اللي انا حاسس ان هي مقصوصه، هل لو الفيلم ده كان ساعتين ونص هل انا كنت جاي مثلا في اخر الساعتين كنت مخنوق قوي وزهقان، فلو كان ساعتين ونص كنت ابقى زهقان او مش طايق نفسي؟ لا. بس ليه برضو عشان نبقى حياديين شويه، ليه الصناع في الصناعه بيختاروا دايما اختيار الساعتين والساعه ونص؟ ده ببساطه لان في نورم في الصناعه المصريه معروف ان اي فيلم ساعتين ونص او 3 ساعات ده كارثه، بالذات في المواسم. السينمات ما بتحبوش لان بياخد فترات عرض، ظروف توزيع وحوارات اكتر. ناس كتير جدا في الثقافه برضو بيبقى ظابط نفسه على ميعاد السينما. لا غير كده في الثقافه اصلا. فكره لما حد بيطلع من الفيلم ويقول لك يا جماعه الفيلم ده، انا لحد دلوقتي هات حد ملوش في السينما قوي قول له اوبنهايمر 3 سايات انتوا بتتفرجوا على 3 ساعات. في ناس كتير والمنتجين فاكر ذا ايرشمان لما نزل؟ مين ذا ايرشمان بتاع ايرشمان؟ يا لهوي ده كان الناس 4 ساعات مجننه. بلاش. لما حد بيعرف ان انا اتفرجت على شنايدر سكات بتاعت سنايدر كات بتاعت يا شفت لا هي داخله في 4 4 ونص حاجه كده، هي طويله. انت اتفرجت على اولموست 4 ساعات، هي 4 ونص، اتفرجت على كل ده لا. بس الثقافه عندنا الناس ما بتحبش النوع ده من الافلام. بس اقول لك على حاجه معلش، لما تيجي تقول لي نعذرهم تمام، هل انت لا انا مش بقول نعذرهم، انا بقول المشكله هنا وانا متضايق منها، بقول انا فاهم الموتيف بتاعك منها بس انا مش مبسوط ان انت بتخضع لهذا الموتيف. لا اخضع للموتيف عادي، لان انت الفيلم الساعتين في حاجات كتيره قوي لو اتشالت ولا خسرنا اي حاجه. بس
انت كان ممكن تعمل فيلم. انا شايف الفيلم دوت كان المفروض يكون، او قولوا لي رايكم، شايف الفيلم ده كان المفروض يميل ناحيه ان الشابين دول هم عنصر، والعنصر اللي بيحرك دفع الشخصيتين دول مش الفلوس دخلت بينهم، مش واحده ست دخلت بينهم، التضييق عليهم. وكنت محتاج اشوف صداهم العالمي، لان ايجي بيست كان عامل صدى عالمي. انا في كان اسئله موجود في كتيره الكتات عندي قوي المونتاج بس. يا اسطى. ده الناس، ده كان في شركات في امريكا بتحاول تزنق ده في مصر. يا جماعه اقفلوا الموضوع ده، احنا في امريكا متضررين. هو عامة ايجي بس برضو للناس اللي ما حضرتوش قوي، ايجي بس كان حاجة انا طول عمري ضد ايجي بس هو لما تيجي تبص للبيزنس موديل بتاعه ولا الطريقه اللي الويب سايت ده كان شغال بيها، هو كان حاجه مفيش كده في الدنيا. حتى اي ويب سايت تاني مش مصري بيقلدوا اخدوا كتير. لا غير كمان كده، مش بتكلم بقى ويب سايت مش مصري ما بيبقاش عنده كم اللايبرري الكبيره اللي عند ايجي بس. 2 فكره اصلا ان انت بما انك بتبيع في مصر فانت هتجيب كانوا سمينه ايه، حاجه البنهاوي في الفيلم. وعامة هو ريفرنس على حد تاني الصراحه، ريفرنس على حد احنا عارفينه يعني، مش احنا عارفينه بيرسونالي يعني اسم معروف لاي حد شاف اسم إيجي بس. كلنا عارفينه بتاع الترجمه، ما خلاص. وفي يعني افيه تاني في البتاع لما كان بيقول انا مش هترجم بتاع استغفر الله العظيم، ومتاكد كان ينفع يجي بعدها فولو اب، لان فعلا ترجمه ايجي بس كان بيبقى فيها حاجات كتير ايه المشهد اللي جاي ده استغفر الله العظيم حاجات كده، وتعمل لي نوع ترجمه بشكل غير مقصود شعبيه جدا مصريه لكل المكتبه دي ونزلها انا مش مع ايجي بس، انا ضد القرصنه، وده ماي ستاند احنا ضد فور ايفر. القرصنه، احنا الاثنين. انت كمان الخناقه دي بعد ما انا كان تمام. الاثنين اللي قاعدين بره دول هم اللي مع القرصنه. لا، فاروق ضد القرصنه. فاروق ضد القرصنه. الاخ اللي قاعد هنا ده مش هقول اسمه، ده مقرصن. ده مش هقول اسمه بس هو مع القرصنه. ده بيقول لك الناس الفقيره يعني تتفرج على السينما ازاي. ده حبيب قلب احمد مالك في الفيلم. منور انت يا باشا. انا رايي نخش على ايجابيات ايجي بس بما ان احنا هرسنا سلبياته. انا مبسوط انا شوية. مشكلتي بس اخر مشكله حابب اقولها فضل. ان البلوت تويست اللي في طولنا قوي. الاخر، انا اسف، البلوت تويست اللي في الاخر عبيطه جدا جدا جدا، سيئه قلنا جدا ده. جدا جدا. انا بقول لك حتى مش فكره كمان استخدام كبش الفدا فدا كونستراكشن البلوت تويست من اولها سيء وعبثي، وان انا رجعت حكيته كمان بمونتاج. انا مش مبسوط خالص من التويستايه اللي في الاخر. ولاد رزقيه كده في نفسها اللي انا عايز ابقى حته كده اللي هو ايه في الاخر بقى التويستايه قبل ما يهربوا. انا ما جاتش معايا سكه خالص. برضو من الحاجات الماينر قوي بس مضايقاني قوي في الفيلم. الفيلم في الاخر بيقول لك ايجي بس تحقق ارباح اكتر من 100 مليون دولار في الجمله اللي نزلت في الاخر. جماعه هم اجمد حاجه جابوها كانت شقه في الزمالك وصابر فتح سايبر. حد عارف 100 مليون دولار ده يعني كام؟ 500 مليار جنيه. ما هو قال لك بقى ان هم كانوا مش عارفين يخسروا الفلوس وشنطه إزاي. الفلوس الفلوس اللي كانوا يخسروها كانوا 100,000 دولار. تمام معلش، اصلا كان بيقول له حتى بعد ما اتسرقوا برضو في حاجات يعني عارف اللي هو الجمله ما كانش ليها اي لازمه لان هي ضربه منطق الفيلم في بوزه. بيقول لك جمله حقيقيه بقى وبتاع خلاص. ما هي الجمله نفسها اصلا الكليم ده نفسه غير مؤكد. انا مستغرب ان صناع الفيلم حطوه في اخر الفيلم. الكليم ده اصلا مش متاكدين هو حقيقي ولا لا. الكليم ده عبيط. تمام. ده كليم اترمى كده. جماعه مفيش من اعلانات على مدار 10 سنين حد هيجيب 100 مليون دولار. ده مبدئي، ده رقم خزعبلي. 2 لو افترضنا ان الرقم ده موجود كنت ريفلكتهولي. انما حضرتك هم اشتروا شقه في الزمالك هنقول بكام؟ ب 10 مليون جنيه. وجاب صابر جاب موتوسيكل وفتح سايبر ادي 30 مليون جنيه توتال. صرفوا كتير. شنطتين الفلوس اللي وقع منهم دول كام؟ 50 مليون جنيه. احنا كل ده بنتكلم في سكه ال 200 مليون جنيه مثلا. دول الفلوس اللي طول الفيلم. فحضرتك جاي في الاخر تقول لي عملوا 100 مليار دولار يعني طيب. مليون دولار. نخش على الايجابيات عشان الحلقه كده تطول قوي مننا. احنا نخش نخش على الايجابيات. وانا ما عنديش كلام كتير اقوله في الايجابيات يعني. ممكن ابتدي باول ايجابيه عندي. اتفضل. انا عجباني جدا 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 علاقه الصداقه الجراي نسبيا اللي ما بين صابر واحمد مالك. ماشي. طبيعتها شكلها الداينامكس بتاعتها واقعيه جدا. الاثنين صحاب اللي مش شرط يكونوا لازقين في بعض 24 ساعه which is برضو من الحاجات اللي بقت تشيزي شويه في الافلام اللي فيها 2 صحاب احنا اخوات ما بنفرقش بعض. لا يا جماعه عادي بيفرقوا بعض، وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه وده عارف حاجات من ده وده مش عارف حاجات، بس هما في الاول في الاخر 2 صحاب اخوات مش عارف ايه. انا عجبني الدايمنشن ده. عجبني اللاف تراينجل مع انه خد حيز اكبر من اللازم في الفيلم، بس عجبني فكرته جدا. وعجبني فكره ان صابر، انا عجباني كونستراكشن شخصيه صابر اكتر ما عجبني اداء مروان بابلو ليها. اداء مروان بابلو كويس، الشخصيه دي حلوه قوي على ان مروان بابلو كان يبتدي بيها يجرب يمثل. يعني مروان بابلو عادي، الشخصيه كونستراكتد حلو. هو شخص همجي عنيف في نفس الوقت طيب جدا. بيعيط في افلام رومانسي، تفصيله عامه صغيره بس هي حلوه وما استخدمناش كتير. بيحب صاحبه جدا وكل حاجه، بس هو ستيل مقريف جدا من علاقه الحب اللي بينهم هما الاثنين، ومش مبينها باوفر ومش خفيها باوفر. هو تركيبه كاركتر حلوه جدا. اعتقد انا اسف ان هي كانت محتاجه ممثل احسن
بكتير من ان احنا نجيب لها حد بيجرب اول تجربه ليه، وان كانت تجربته الاولى انا شايف ان هي كويسه مش وحشه. ايجابياتي هي ايجابياتك. الحاجه كمان اللي ممكن تكون مضايقاني اللي احنا ما وصلناش بس الكوميديا. انا حاسس ان انت جايب ميشيل ميلاد الرايزنج ستار، اكتر حد ضحك اخر كام شهر في مصر اللي الناس كلها مستنياه، واكنك جبت مثلا كريستيانو رونالدو وقفته حارس مرمى. فاهم قصدي؟ وبجد ما كان حتى افاته ما كانتش. ما لاندتش. الواد الصغير ضحك اكتر منه. انا عايز اقول وده مش عيب في ميشيل ميلاد. يا عم انت هتعمل حلقه مكاننا، ما نتكلمش عن الصغير. انا يا عايز عم مش اقول هنتكلم عن انا عايز الصغير. اقول ان هو لا مضايقني ولا بسطني، هو عادي زي اي طفل بيمثل. بس انا عجبني ارك ان هو كان بيحب اخت صابر دي يعني لذيذ. الانجل دي كانت فن طيب. يعني. هقفل الحلقه بسؤال. مم. رتب لي مروان بابلو كممثل من الرابرز اللي مثلوا. يعني هسألك انا، هل مروان بابلو مثل احسن من زياد زازا؟ لا زياد زازا ممثل كويس. حلو. لا سوري مروان بابلو مش وحش. ماشي. زياد زازا يرتقي لمرتبه ان هو ممثل. هيبقى ممثل عنده. تمام. هل مروان بابلو مثل احسن من ويجز؟ بيمبو. لا ويجز احلى صراحه. حلو. ويجز قبوله اعلى حلو. شوية. هل مروان بابلو مثل احسن من ابو يوسف؟ كتير. انت بنتكلم على المسلسل بتاع زينة. انا شفت منه كام لقطه. لا ما مش شاري. انا شاري بابلو اكتر شويه. مع لسه عنده حاجات اللي هو باين ان هو اماتشر تمثيل. في رياكشنات بيحاول يطلع رياكشن بس حركيا. طيب. والجمل وبتاع كان كويس. يعني احنا عندنا ابو يوسف، عندنا بابلو، وبعد كده عندنا زياد زازا ويجز. اعتقد هنتفق ان زياد زازا اعلى من ويجز. زياد زازا كتمثيل. ينفع يكون ممثل. شكراً. وويجز كشخصيه مجتهده هل ممكن يكمبيت بعد كده الله اعلم. بس زياد زازا ويجز كان كويس فشخ في بيمبو. عامه عيب. زياد زازا مش ينفع يكون. زياد زازا ممثل هو كويس. ويجز رابر اللي هو لما نتكلم بقى صوت اللي هو رابر ناجح جدا وممثل كويس جدا. ويجز عنده التوليفه دي حلوه قوي. يعني انا احب اشوف زازا بيمثل. ما طقش اسمع بس انا اسف بس ما بحبش لا اسمع بحب زازا. انا بحب زياد زازا. انا بحب زياد زازا اغنيتين. انا بجد بحب زياد ما زازا. بحبش انا بحب أغنية زياد زازا كمغني عادي جدا. ليست في حاجه ثانيه. انا زياد زازا كمغني مش بيلاند معايا فاكتر. انت مالكش في البوع انت مثلا. شكلك. تمام. بس انا زياد زازا كممثل عاجبني قوي. ويجز انا بحبه في ده وبحبه في ده. مروان بابلو هيفضل ماي فيفورت رابر مصري. تمام. انا بحب مروان بابلو جدا ولكنه غنائيا بقى له فتره متواصله. مش عايز ريفيو اغاني مش بتاعتي ولكنه فنيا كويس. انت عارف مين اكتر مين احسن؟ يعني انت قلت مروان بابلو هو فيفورت رابر. انت عارف انا مين اكتر رابر بحبه؟ مين؟ عشان بس اقولها بس. مصري ولا حباً مش في هذا مصري؟ الراجل مصري. بيوسف. ماشي بلدك كلها ما تعرفش تعمل تراك من اللي بيعمله. يا سيدي اللي انت يلا شايفه. بينا نحب نقول لكم اخيرا ان ده كان ريفيو طويل جدا عن ايجي بيست. ومتى ما طولناش قوي احنا بقالنا 40 دقيقه تقريبا يا صار. بجد والله. والله. سيبكم يا جماعه من طول الحلقه. المهم تقولوا لنا في الكومنتس الحلقه حلوه. لا ما بناخدش راي الناس هنا. الحلقه حلوه. قولوا لنا في الكومنتس الحلقه حلوه. احنا ما ولا- بناخدش حلوه ولا حلوه؟ ما بناخدش راي الناس هنا. قول لي يعني هي احنا حلوه بننزل ولا حلقة حلوه؟ مش احنا مش انت مش هنا. انت مش الفايبس اتغيرت قوي. انا اخر مره جيت في في استوديو بتاع انا ازددت عصبيه وخنقه وخلقي بقى ضيق قوي اكتر بس انا قطعتك قليل. ايه قطعتك قليل بذمتك. بس لسه بتلنجر في الكلام. لسه بتشرح النقطه. لا، ما مش كل حاجة في مرة واحدة، ما خلاص تزيدش. تمام. بيبي ستيبس بيبي ستيبس. حاجه كان المفروض تخلص 3 ساعه بس يعني المهم نحب نشكركم. نحب نقول لكم ان الضرب لسه شغال. القتل لسه شغال. فاروق نايم ولا مش هيصحى؟ مش فاروق نايم خلاص. القتل لسه شغال. اسرائيل كل يوم بتتمادى في اجرامها. فنحب نفكركم تدعوا على اخواتكم. نحب نفكركم تدعوا على اولاد الوسخ. ونحب نقول دائما وابدا ان امريكا واسرائيل